تعرف ان لعيبه خط النص في الفانتازي هي اكتر لعيبه ممكن تجيب لك نقط في الموسم كله. 5.5 عندنا برايتون، وانا ده شايفه ان هو سرقه لو انت جبته. 6 عندك وده صفقه ما تجيبهاش خالص، ده ممكن يكون مقلب. دي حلقه جديده هنتكلم فيها عن لعيبه خط النص في الفانتازي، وقبل ما نبدا لازم نعرف ان لعيبه خط النص هي اكتر لعيبه تقدر تجيب لك نقط، وده لسبب معين، ان لعيبه خط الوسط في الفانتازي متقسمه من خط الوسط والوينجات. يعني محمد صلاح، فيل فودن، رياض محرز قبل كده، كل دول في نص الملعب في الفانتازي مش في الهجوم، عشان كده ده اكتر مركز ممكن يجيب لك نقط في الفانتازي. خط النص بيبدا من اول 4.5 لحد 12.5، وهنتكلم دلوقتي عن كل فئه سعريه وهنقدر نقول نجيب مين فيهم ومين ممكن ما نجيبوش. 4.5 عندها لاعب يعتبر واحد بس، هو اندرسون من نيوكاسل، لاعب الموسم اللي فات جاب 30 نقطه، طبعا ده رقم مش كتير، لكن على الفئه السعريه بتاعته 4.5 مش هتلاقي احسن منه. ب5 تقدر تجيب جرناتشو من مانشستر يونايتد. جرناتشو لعيب مع مانشستر يونايتد وتين هاج لاعب كان اداؤه كويس، اعتقد الفتره الجايه لو تين هاج بدا يلعبه اساسي بشكل كبير اللاعب ده ممكن يجيب لك نقط كتير قوي في الفانتازي. 5.5 عندنا انسينسو من برايتون، وانا ده شايفه ان هو سرقه لو انت جبته. انسينسو لاعب كويس وفي اخر الموسم اللي فات جاب نقط كتيره، شايف ان ده اختيار كويس ومش هتلاقي لعيبه كتير جايباه، فروح هاتوا انسينسو. 6 عندك ماك أليستر، وده صفقه ما تجيبهاش خالص، ده ممكن يكون مقلب لسبب واحد بس، هو لعيب كويس وكل حاجه، لكن انت عندك فابينهو مشي وراح السعوديه. ماك أليستر بيقدر يلعب في مراكز كتير في نص الملعب، فلحد دلوقتي مش عارفين توظيفه مع كلوب هيبقى عامل ازاي. ممكن يلعب هو اللاعب بارتكاز اللاعب رقم 6، ولو اللاعب رقم 6 ما تجيبوش خالص، انه مش هيقدر يجيب لك نقط كتير. فهنستنى نشوف الاول توظيف بتاع لعيبه نص الملعب في ليفربول. اللاعب ده لو لاعب مركز 10 هيقدر يجيب لك نقط كتير، لكن لو لاعب في مركز 6 مكان فابينهو ما تجيبوش خالص. 6.5 عندك 3 لعيبه من برايتون، عندك مارش وعندك ميتوما وعندك باسكال جروس. ميتوما هو اكتر لاعب في برايتون تألق في اخر الموسم السنه اللي فاتت، نسبه احتفاظه كبيره في الفانتازي، 37% من لعيبه الفانتازي شارينه، لكن مشكله الناس في الفانتازي ان هي بتنسى. ميتوما تألق بس في الموسم في اخره فجاب نقط كتير، لكن عندك لاعب زي سولي مارش كان متألق من اول الموسم وجاب في الاخر نقط اكتر من ميتوما، لكنه عشان في الاخر بس اتصاب فالناس بدات تنساه شويه. فاختيار مارش نسبه استحواذه من الفانتازي قليله جدا، ده هيكون اختيار كويس لو جبته وجاب لك نقط كتير، هيكون افضل كمان من ميتوما اللي تقريبا عند 40% من الفانتازي. باسكال جروس بقى جايب نقط اكتر منهم، هما الاثنين جايب 159 نقطه الموسم اللي فات، لكنه في الفانتازي تقريبا الناس اللي شارينه بس حوالي 5% من لعيبه الفانتازي كلها. فايا كان اختيار واحد من الثلاثه دول لازم يكون موجود في تشكيلتك، سعرهم رخيص وهيجيب لك نقط كتير. تقدر تحدد من اول كام ماتش في برايتون مين هيقدر يلعب اساسي بشكل كبير ومين الادوار الهجوميه اللي هياخدها اكتر من ديزيربي، فساعتها تقدر تشتريهم كلهم بنفس السعر. اللي انا شخصيا ما بعرفش انطق اسمه اللي هو اموبا، ده بيلعب في برينفورد، لاعب كويس جدا جايب نقط اكتر من 3 بتوع برايتون الموسم اللي فات. لاعب كان دايما بيتألق مع توني، لكن احنا لسه هنشوف الموقف بتاع توني غالبا مش هيبدا بدايه الموسم الجاي، فاللاعب ده هيكون لوحده، فهنشوف هيعمل ايه. اختيار كويس ممكن يكون موجود، ممكن يكون دكه عندك في تشكيلتك في اول الموسم لحد ما تشوف بس الفريق ده هيعمل ايه الموسم الجاي. مودريك بلاش مودريك دلوقتي، قدم بري سيزون كويس الموسم اللي فات، عمل له كام ماتش كويس، لكن ارقامه طبعا ما كانتش احسن حاجه، ما جابش تقريبا جول الموسم اللي فات. بوشيتينو عمل بري سيزون الصراحه لحد دلوقتي كويس، لكن طبعا ما تقدرش تشتريه في الاول، خصوصا اول ماتش اصلا هيلعبه هيكون ليفربول، هيلعب اساسي بشكل كبير، لكن مش هيكون لعيب فانتزي في الاول الا لما تتاكد بس ان هو فعلا واخد ادوار كبيره على الجون وبيهاجم وبيبدا يجيب اجوان ويبدا يصنع، ساعتها ممكن تجيبه. فرصته هتزيد لان كونكو اتصاب تقريبا حوالي شهر، فبشكل كبير قوي اللعيب ده هيبقى عليه دور كبير قوي في اول الدوري لتشيلسي، فممكن تستنى كده اول شهر تشوف بس الدنيا هتعمل ايه وممكن ساعتها تشتريه فعلا. 7 ستيرلينج وماونت، ما تجيبش الاثنين. تروسارد اختيار كويس من ارسنال، لاعب نسبه استحواذه قليله جدا، ارسنال عندها كذا لاعب في المركز ده، هو دايما بيلعب دكه بينزل في الاخر، وقدم اداء كويس مع ارتيتا في اول كام ماتش، ممكن حتى يبدا اساسي في الدوري. ريتشارلسون ممكن يكون كويس لو هاري كين مشي، معظم الاخبار بتقول ان هاري كين خلاص راح البايرن، فريتشارلسون ساعتها هيبقى اختيار كويس ان هو بشكل كبير هيلعب اساسي في لاعب رقم 9. ريتشارلسون من ايام ايفرتون هو بيلعب رقم 9 وبيلعب جناح، فبشكل كبير قوي لو هاري كين مشي هيكون هو اللاعب رقم 9. فريتشارلسون استنى بس اليومين الجايين دول نشوف هاري كين يعمل ايه، لو مشي ريتشارلسون ممكن يبقى اختيار كويس. ونص عندك ماديسون، عندك جريليتش، عندك فودن، وعندك هافرتز. احسنهم بالنسبه لي ماديسون لسه رايح توتنهام، عمل اداء معاهم كويس، هيكون هو في الهجوم مع سون ومع ريتشارلسون،
وهاري كين لو قاعد هيكون قوي جدا كمان كلاعب رقم 10 تحتيه. فماديسون من الصراحه انا شايفه اختيار كويس، وانا شاريه اوريدي في التشكيله عندي. 8 عندك جوتا وعندك مارتينيلي لاعب كان دايما بيكون اساسي مع ارتيتا، انا شايفه اختيار كويس. جوتا او دياز، هنشوف مين اللي هيلعب فيهم اساسي مع كلوب في الدوري. لو جوتا لعب هيكون اختيار كويس، لكن انا شخصيا بفضل مارتينيلي عليه اللي بيلعب بشكل اساسي مع ارسنال. 8.5 عندك برونو وعندك ساكا، وانا شاري الاثنين. ساكا برضو هو الجناح اليمين بتاع ارسنال بشكل اساسي، بيلعب مع ارتيتا، ومش كده بس، بيشوط فاولات، بيشوط بلينات، بيرفع الكورنات، بيعمل كل حاجه، فبيجيب نقط كتيره. فساكا اختيار كويس جدا. برونو فرنانديز اختيار كويس برضو، خصوصا ان ماونت جه مانشستر يونايتد، فانا اتوقع السنه الجايه نص ملعب مانشستر هيكون متكون من كازيميرو وماونت وبرونو فرنانديز. الادوار الهجوميه اكتر هياخدها ماونت ولا برونو فرنانديز لسه مش واضحه، لكن لو برونو فرنانديز هو اللاعب رقم 10 وماونت بقى هو ال8 وكازيميرو ال6، برونو فرنانديز هيجيب نقط كتير جدا. عندك راشفورد اختيار كويس، الموسم اللي فات جايب 205 نقطه. راشفورد مش عارفين مين هو بيشوط البلنات، هو ولا برونو فرنانديز، احيانا ده بيشوطها وده بيشوطها، لكن راشفورد اختيار كويس جدا، خصوصا هو بيلعب مهاجم ونازل في الفانتازي اصلا خط نص، فراشفورد برضه اختيار كويس. سون برضه ب9، واختيارك لسون ده هيعتمد على موقف كين. هاري كين لو قعد سون اختيار بيكون كويس جدا تحتيه، لانه بشكل كبير قوي بيديله اسيستات. برضه المعلومه هاري كين وسون هم اكتر اللاعبين في تاريخ الدوري الانجليزي عاملين اهداف لبعض، فكين لو قعد سون اختيار كويس ما بينه وما بين راشفورد، بس انا شخصيا بفضل راشفورد عليه. ونص عندك البلجيكي كيفن دي بروين امبارح لعب الشوط الثاني مع مانشستر سيتي في الدرع الخيري، رجع من الاصابه خلاص وبدا يلعب، وعمل حتى اسيست لجون بارمر اللي جابه. فكيفن دي بروين طبعا مفيش حد يقدر يتكلم عليه في الفانتازي، الشوال نقط حرفيا، خصوصا ما يلعب هو وهالاند. فكيفن دي بروين اختيار ما بين نص الملعب، لازم برضو يكون عندك بشكل كبير بيجيب نقط كتير. 11.5 عندك اللاعب الاغلى محمد صلاح الموسم اللي فات جاب 240 نقطه، اقل بس من هالاند بحوالي 30 نقطه في الموسم كله. فمحمد صلاح وكيفن دي بروين دول لازم يكون عندك واحد في التشكيله بتاعتك. الموسم اللي فات كان محمد صلاح كيفن دي بروين في نص الملعب، وهاري كين وهالاند في الهجوم، كان لازم يكون عندك واحد من ده وواحد من ده. فهاري كين بشكل كبير قوي لو مشي هيسهل علينا، ممكن تجيب حتى ساعتها هالاند واحد من كيفن دي بروين او محمد صلاح. محمد صلاح هو اللاعب الاغلى في الفانتازي، وهو اكتر لاعب نص ملعب في الفانتازي بيجيب نقط، فكونه هو او دي بروين لازم يكون عندك واحد في التشكيله بتاعتك. فلو دوره في الملعب بتغير، ما بقاش زي الموسم اللي فات وبقى زي المواسم قبل كده مع كلوب، هيجيب نقط كتير جدا الموسم الجاي. وبس كده.